هاجم الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي المصري السابق جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن الشعب لن يرهن مصيره بجماعة تسعى لمصالحها. شفيق وصف ما حدث مع النائب العام المصري طغيانا على سلطة القضاء من جانب السلطة، وأكد شفيق أن الإخوان يلجؤون إلى ميليشياتهم لترويع من يعارضهم على حد تعبيره. لقد وقع تعديا سافرا على القانون وعلى استقلال القضاء، وبغض النظر عن محاولات لاهثة سعت إلى لملمة التدهور الذي تسبب فيه قرار صدر بالتأكيد لإجبار النائب العام على ترك موقعه، فإن هذه الأزمة إنما مثلت طغيانا لسلطة فردية. أن من لم يتمكنوا من إدارة الدولة لم ينزووا خجلا، بل أنهم يتعمدون ترويع المجتمع بميليشيات ومجموعات عنف تضرب وتهدد كل من يعترض على فشلهم وديكتاتوريتهم. إن التعدي المفضوح على حرية التظاهر في شوارع القاهرة وميادينها إنما يمثل إرهابا صريحا للمواطنين